تخيل معايا كده انه يتم اختطافك، تهديدك، حرمانك من حريتك، وبدل ما تكره الشخص اللي عمل فيك كده تبدأ في الشعور بالتعاطف معاه، بل وتدافع عنه كمان حتى لو قدام الشرطة. انت ممكن تقول ده ضرب من الخيال، لكن في الواقع دي حاجة موجودة ومعروفة بمتلازمة ستوكهولم. النهارده احنا هنغوص في اعماق العقل البشري، هنشوف ازاي الخوف ممكن يتحول لحب، هنشرح سبب تسمية المتلازمة دي بمتلازمة ستوكهولم، هنقول اسباب الاصابة بيها، هنستعرض واحدة من اشهر القصص المعروفة عنها، هنشوف ازاي اظهار المتلازمة دي في عالم الفن. ده غير اننا في النهاية هنتكلم عن ازاي ممكن تتجنبها. تعالوا قبل ما نتكلم عن سبب التسمية نفهم الاول يعني ايه متلازمة اصلا. متلازمة يعني شوية علامات او اعراض بتحصل وبتسيب اضطراب معين، وغالبا المتلازمة بتبقى معاها صعب تعرف ما اذا كان الشخص مصاب بيها ولا لا، صعب تتحدد يعني. علشان نفهم سبب تسميتها متلازمة ستوكهولم مضطرين نرجع للتاريخ ده، 23 أغسطس سنة 1973، وتحديدا لساحة نورمان مستروج الموجودة في ستوكهولم عاصمة السويد. كان في واحد هناك اسمه جان إريك أولسون. جان كان موجود في الساحة وكان معاه رشاش، دخل بيه بنك اسمه كريدت بانكينج، وهناك احتجز 4 رهائن، 3 ستات وراجل واحد. الأربعة كانوا موظفين في البنك. جان احتجزهم في خزنة البنك. العالم كله كان بيراقب اللي بيحصل من خلال التلفزيون. جان طلب من الحكومة السويدية انهم يخرجوا صاحبه من السجن، وطلب كمان فلوس وعربية علشان يهرب بيها. الشرطة شافت ان اسلم حل انهم يخرجوا صاحبه من السجن، وبالفعل خرجوه من السجن ودخلوه معاه البنك. الدراما دي استمرت 6 ايام متواصلة علشان تنتهي بنجاح الشرطة في اقتحام البنك. الشرطة قدرت انها تحرر الرهائن، لكن بعد تحريرهم حصلت حاجة غريبة. الشرطة اكتشفت ان الرهائن كانوا عارضين على جان وصاحبه انهم يستخدموهم هما الاربعة كدروع بشرية علشان يتفادوا ضرب النار ويقدروا يهربوا من البنك. ده غير ان واحده من الرهائن كلمت رئيس الوزراء علشان يهرب جان وصاحبه. مش بس كده، لا، دول كمان كانوا شايفين ان الحكومه هي السبب في خطفهم اصلا. وخليني اصدمك واقول لك ان حتى بعد ما العمليه انتهت الرهائن الاربعه رفضوا يشهدوا ضد جان وصاحبه. الرهائن قالوا للاخبار انهم كان بيتم معاملتهم احسن معامله من استاذ اولسون اللي هو جان. يعني مثلا واحده منهم قالت ان عندها فوبيا من الاماكن الضيقه، وجان كان بيسمح لها تخرج من الخزنه وهي مربوطه بحبل من رقبتها علشان تتمشى وما تتعبش. انتوا متخيلين واحده مخطوفه مربوطه بحبل من رقبتها متعاطفه مع اللي عمل فيها كده لمجرد انه كان بيسيبها تتمشى شويه؟ اسباب الاصابه بالمتلازمه. ردود فعل الرهائن اللي خطفهم جان كانت سبب في انه علماء واطباء نفسيين كتير من حوالين العالم يتابعوا اللي حصل، وقالوا ان اللي بيحصل هو ان في مشاعر بتتولد ما بين الرهينه واللي خاطفها، وده بيكون بسبب الوقت اللي قضوه مع بعض. وده بيحصل لاي رهينه اتعرضت لتهديدات مرعبه في البدايه، وبعد الصدمه اللي بتكون فيها الرهينه من الخوف والقلق اي حاجه حلوه بيعملها المجرم اللي خاطفها وبيعذبها بتتشاف على انها تصرف نبيل. الرهينه من جواها بتقول ده شخص المفروض سيء وبيعذبني، لكنه عمل معايا حاجه حلوه يبقى هو مش وحش، لا ده طيب. ده غير ان العزله عن العالم الخارجي والشعور بالعجز بيخلي العقل يدخل في حاله استسلام ذكي بدل ما يعيش في حاله رعب وخوف دايمين ممكن يؤدي لانهيار عصبي. العقل بينشئ رابط عاطفي مع الجاني علشان يقلل التوتر النفسي، زي ما يكون العقل بيقول انا لو صاحبته هكون في امان. حاجه كمان مشتقه من متلازمه ستوكهولم وهي كوربريت ستوكهولم سيندروم او متلازمه ستوكهولم في بيئه العمل. دي امتداد لمتلازمه ستوكهولم، بتحصل لما يبدا الموظف في تطوير رابطه عاطفيه قويه هو لا مبالغ فيه تجاه شركه او مدير بيسيء معاملته. شخص بيسلب من الموظف اللي شغال عنده كل حقوقه ويرجع يديله جزء منها، فالموظف بيشوفه كويس لانه عمل معاه كده. والموضوع ما بيتوقفش على انه بيشوفه كويس وبس، لا، ده كمان بيدافع عنه بشراسه قدام اي حد. القصه اللي هنقولها دلوقتي حصلت في 4 فبراير 1974، يعني بعد 5 شهور و12 يوم بالظبط من حادثه بنك ستوكهولم اللي اتكلمنا عنها في البدايه. بطله قصتنا هي باتي هارست، مليونيره كان عندها 19 سنه وقتها وكانت حفيده لكاتب معروف جدا. في اليوم ده اللي هو 4 فبراير 1974 اقتحم شقه باتي مجموعه من المسلحين، خطفوها وحطوها في شنطه العربيه، وبعدها طلبوا من اهلها يشتروا بمبلغ من المال اكل ويوزعوه على كل المحتاجين من سكان كاليفورنيا. وبالفعل اهل باتي عملوا كده واتبرعوا بمبلغ كبير اشتروا بيه اكل ووزعوه على الفقراء في كاليفورنيا. لكن بالرغم من ده المجموعه اللي خطفوا باتي كانوا دايما بيضربوها ويؤذوها لحد ما بتفقد الوعي. ده غير انهم كانوا دايما بيغموا عينيها يهددوها بالقتل ويسيبوها في اوضه ضلمه طول الوقت، واستمروا في ده لمده 2 شهور كاملين وبدون توقف. والصدمه ان بعد كل ده باتي خرجت واعلنت انضمامها ليهم رسميا لحد ما اتقبض عليها واتحكم عليها بالحبس لمده 35 سنه. بعدها الحكم اتخفف وبقى 7 سنين بس، لحد ما خدت عفو رئاسي من الرئيس الامريكي وقتها بيل كلينتون. من اشهر الاعمال الفنيه اللي اتكلمت وتناولت متلازمه ستوكهولم هو المسلسل الشهير لا كاسا دي بابيل، واللي فيه واحده من الرهائن انضمت لفريق كان بيحاول يسرق بنك حتى بعد ما ضربوها بالنار ونجت بصعوبه. مش بس كده، لا، دي كمان ساعدتهم وحبت واحد من الفريق. طيب بعد كل ده ازاي نتجنب المتلازمه دي اصلا؟ العلماء والدكاتره فكروا في كام خطوه لازم تعملها علشان تحمي نفسك.
لازم دايما تفكر نفسك بالواقع، انت بيتم تعذيبك وفاقد حريتك. مهما كان الجانب يعمل لك حاجات كويسه بسيطه علشان يسيطر عليك، انت بيتم تعذيبك وفاقد حريتك. ما تحاولش تمنع مشاعر الخوف والرعب اللي جواك علشان تهدي نفسك. اوعى تتعاطف مع المعتدي مهما حصل. انت لو ما عملتش كده هتكتشف في الاخر انك ممتن للي معيشك جوه سجن، لانك تحت تاثير متلازمه ستوكهولم. قبل ما اقفل الفيديو انا بس حابب اوضح حاجتين مهمين. الحاجه الاولى هي ان انا كنت غايب عن القناه الفتره الاخيره لان انا كنت تعبان شويه، وده اظن انه كان واضح في الفيديوهات الاخيره. في المستقبل والفيديوهات الجايه هوضح ده اكتر، تقدروا تشتركوا لو حابين تعرفوا الاسباب. اما الحاجه التانيه فدي مش هيلاحظها غير اللي كانوا متابعين القناه. اظن انكم ملاحظين الفروقات بين الفيديوهات القديمه والفيديو ده. يعني بدل ما كنا بنخلي فيديوهات للالعاب في الخلفيه، بقت زي ما انتم شايفين كده عباره عن شرح للكلام اللي بقوله. وانا اعتقد ان الاسلوب ده افضل، علشان انا هدفي ان كل اللي بيسمعني يستفيد اكبر افاده. وفي ناس كتير اشتكوا ان الالعاب اللي في الخلفيه بتشتت انتباههم، فاتمنى الاختلاف ده يعجبكم. ولو في اي حد عنده فكره حلوه نطور بيها الفيديوهات، يا ريت يسيب كومنت، انا هقرا كل الكومنتس. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.